وازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد بعد فترة طويلة بسبب الدراسة. الفيديو النهاردة عبارة عن لعبة بيس موبايل، او هي اي فوتبول موبايل حاليا. اما تفتح اللعبة يقولك لوجي بونص او تسجيل الدخول اليومي، ده بعد 5 ايام بتاخد 50 كوين مجانية. هنا انت هتاخد مكافآت الحدث الجديد، يبقى فيه دي كده مش هينفع تعملها ريسيف انيبل، لازم انت اللي تختار. برشح تختار ال3 التدريب. لو انت لسه بادئ حساب جديد اختار ال3 التدريب ده مبدئيا. نخش بقى على الاهداف والمهمات. ميشن، بعدين اوبجكت، بعدين يظهر لنا كذا حاجه كده بس عشان النت. ايوه اهو. هنختار اللي هي كابتن تسوباسا فول 2 عشان هما كانوا منزلينها فول 1، دي بقى ايه فول 2. بعد 7 ايام تسجيل دخول متواصل هتاخد اول 100 كوين، ده مبدئيا. وهنا تكسب 3 ماتشات ضد الذكاء الاصطناعي. هندوس على تشالنج، بعدين هنختار الاي اي، بعدين هنمشي كده شوية هنلاقي بوتو اللي هي فتحة مجانية بتاعت باكج دوري الأبطال. أنا ملعبتوش لسه. نخش على أول واحدة، ماتش سيتنج، هنخليها بينر أو بيجنر. تمام. هترجع الكورة لخط الدفاع، ما يكونش خط الدفاع جوه ال18. تمام. وتحاول توقف اللعيب، ما يكونش بيتحرك كده لوحده، حتى لو حركات بسيطة لازم يكون واقف. تمام. عشان لو بتحرك حاجات بسيطة هتلاقي الخصم داخل يقطع الكورة، انما هنا لو خليته واقف الخصم هيجي يضغط هيرجع تاني، والوقت هتلاقيه بيعدي فوق، بتضيع وقت ولا في دماغ الدنيا اصلا. وهتخلص الماتش بسرعة وتخش على الماتش التاني وتعمل نفس الحوار كده، هتاخد الفتحة المجانية بسرعة. تمام. كده ماتشين، كده هيتبقى لنا ماتش. هنا انت هتلعب ماتشين بس بشرط ان انت تخلي هنا مثلا البونص على التوب بلاير 1647. تخش على الجيم بلان او الخطة تخليها بيها بونص 5/6. هتخش على العلامة اللي جنب، قصدي هتدوس على العلامة اللي جنب الحارس دي يمين لحد ما تلاقي جنسيات اللعيبة ومعمولها لي صح. لازم التشكيلة بالدكة كلها صح. تمام. لو عملتها على التوب بلاير، مستوى التوب بلاير، هتلاقي 1647. طبعا في ناس حريفة اللي بتلعب على الليجند وبتكسب، دي بقى تكسب لها كمان، تكسب لها 2156 نقطة، بس برضه هتلعب ماتشين. يعني حتى لو عملت اول ماتش على الليجند، تاني ماتش اعمله على الليجند، اعمله على اي مستوى بس ما يكونش اقل من 2000. انت لو عملت اول ماتش على البينر او البيجنر 758. فانت لو انت بتلعب في مستويات قليلة ممكن تختار مثلا الريجولار، ده فيه 1000 وشوية، هتلعب 3 ماتشات. انما لو 5.6 البلاير بونص واخترت التوب بلاير، هيبقى اول ماتش 1647. الماتش التاني تخليه على بروفيشنال 1450، يعني 3098 نقطة. وهو اصلا الايفنت بيحتاج 3000 بس على الفتحة المجانية بتاعت نجوم الأسبوع العادية مش الأبطال. نيجي هنا، ده حدث بيخليك تخلص الماتش باص بسرعة. هنا ايفنت الستارتر ده فيه 100 كوين، نفس الحوار. بيبقى عايز أندية شريكة عشان تزود البير بونص. أندية شريكة زي ميلان وبايرن ميونخ وأرسنال ومانشستر يونايتد وبرشلونة، وتقريبا احنا قلنا بايرن ميونخ، ما علينا. لازم تخليها كلها صح، او مش شرط كلها صح. لو انت قادر تلعب ال3 ماتشات تخليها بس توصل ل1000 اهو. يعني مثلا هنا هنجيب ناس من بره، مثلا دي ليخت هنا كده، ونجيب مثلا ده يوركي هنا مكان اي حد مش مانشستر مثلا. هنا كده نطلع بره هنلاقيها وصلت 941. نحط ناس تانية لحد ما توصل 1000 او اعلى من 1000. اعلى من 1000 ممكن تخلصها في 5 ماتشات او ممكن 6، بس 1000 في 6 ب6000، اللي هو 6000 المطلوبين عشان تاخد 100 كوين. تمام. نخش بقى ايه كده، احنا خلصنا الاحداث الذكاء الاصطناعي او الاوفلاين. نيجي بقى الاونلاين. هنا حدث الجولدن جول، ده برضو بيخليك تخلص الماتش باص بسرعه. يعني انت ممكن تحاول تدوس انتر هنا تكسب هنا الماتشين، يعني بجليتش السنتر يتعملوا، وبعدين ممكن تقعد تجيب الجون في نفسك تخلص الماتش باص. هنا حدث الانليميتد، التشكيله بتاعتك عادي، مش لازم بقى تشكيله معينه من فرقه معينه والكلام ده.
اللي هي علامة الصح يعني، اللي هنا بص مش هتلاقيها بتظهر جنسيات اللعيبة، اللي هو تشكيلتك انت بتاعتك. هنا اول واحدة فيها 50 كوين، التانية ما فيهاش، هي اول واحدة بس. يعني انت بتخش تعرف منين ان ده ايفنت ال50 كوين؟ لما تدوس كده عليه وتلاقي سكيل الريورد 2 مهارة. ده معناه الاتنين مهارة، يعني الأولى فيها 50 كوين أهو. نيجي نخش على الايفنت بتاع يوم الاثنين اللي هو الانجليش كلاب، بنفس الحوار. سكيل المهارة 2 مهارة، يعني الأولى ممكن نختار مثلا مانشستر يونايتد، أي حاجة كده أهو، هتلاقيها 50 كوين. وبس كده كده احنا خلصنا شرح للمهمات بتاعة الحدث. نيجي هنا الكونتراكت، انت بتاخد 3 فتحات عقد اختيار، ده لسه نازل جديد، تختار منهم 3 لعيبة. وفي هنا اللونر نيو يير اللي هي السنة القمرية باين في الصين، يعني ملهاش لازمة برضو، بس بيدوك فتحتين على باكج مانشستر يونايتد، عشان مانشستر يونايتد من الأندية الشريكة. وانا باكج عقد الترشيح. وخلي بالك هنا انت بتدوس على اللي هي nominating contract اللي هو عقد الترشيح، هتبص على 5، لو لقيتها هتخلص قريب حاول تشتري اللعيب، يعني حتى لو ملوش لازمة، حتى لو معروف زي دول يعني جرافن بريخ وبيدري وديفيد دخيا، انت مش محتاجهم كلهم، بس هات واحد على الأقل عشان ما هتروحش عليك العقد الترشيح. وهنا الديلي جيم دي ضربة الجزاء. ضربة الجزاء بقى بيبقى فيه خدعة في ضربة الجزاء، بس لازم تظبطها، عشان لو ما ظبطتهاش ممكن الكرة تتصد منك وتضيع عليك نقطتين. يعني انت لما بتحطها جون بتكسب 6، بتضيعها بتكسب 4 نقط. انت هتجيبها من رجل اللعيب لحد اخر الجون، تمام، بعدين تسحب كده من العارضة كده، بعدين تنزل على الزاوية الشمال، بعدين تبدأ تشوط كده، ممكن تتصد، بس الحمد لله دخلت عشان انا حطيتها وحش تحت. انت عندك ممكن تتصد بنفس الطريقة دي، حاول تظبطها ما تكونش تحت، حاول تخليها فوق، ما تكونش برضو على الاخر فوق، يعني حاول تخليها جنب كده سنة. بس يعني الريميننج 9 هتبقى كام؟ هتبقى تقريبا 3 بالظبط. بس كده كده نكون خلصنا شرح الأحداث اللي نزلت في يوم الخميس. وإن شاء الله بكرة بعد بكرة يوم الاثنين هيبقى فيه أحداث يوم الاثنين، اللي هي تقريبا حدث ال50 كوين مكان الإنجليش كلاب. وبس كده ده يكون فيديو بتاعنا، اشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.